عظيم. شكرا لمجهوداتكم الجميله دي. نروح بقى عندنا للجرامر بتاعنا عشان الجرامر شيق كده. تمام. هنقسمه ل 3 بارتس. فيرست بارت هنتكلم على الكويستشن تاج. كويستشن تاج اللي هو السؤال المزيف. تمام. وندردش فيه شويه مع بعض. نخلصه. تمام. ندخل على موضوع الادجكتيفز. تمام. والادفيربز. خلاص. واحنا بنتكلم على الادجكتيفز. تمام. ركز لي كده، يعني امتى اليوز بتاع الادجكتيف اصلا؟ اليوز بتاع الادجكتيف. we use الادجكتيف to describe nouns بس. خلاص. لكن المشكله عندنا هنا شويه افعال لازم يجي بعدهم adjectives. تمام. حاجات شاذه طبعا كده. طيب هنطلع بعد كده ان في حاجه اسمها strong adjectives. خلاص. وnormal adjectives. عندنا adjective والاكستريم بتاعها. يعني انا مثلا tired ده نورمال، لكن في الاكستريم بقى اللي هو القسوه بتاع exhausted. تمام. وهكذا هنشتغل عليهم. وبعدين نشتغل شويه adverbs برضو، الظرف والفرق بين adjective والادفيرب. تمام. وربنا يقدرنا كده ان احنا ايه نشتغل فيه كويس. يلا بسم الله نطلع على الوايت بورد. طيب انا كده عندنا يونت 11. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله اللي هو الكويستشن تاج. الكويستشن تاج ده لعبه سهله جدا ذكيه جدا. خلاص. بس طبعا في الامتحان بيعتمد دايما على الحاجات اللي هي الايه خارجه عن القاعده شويه. لكن تعالوا نشوف الاول البيسكس بتاعتنا، الاساسيات. كويستشن تاج يعني ايه؟ عندنا سنتنس نقول مثلا كده علي كان swim. خلاص دي سنتنس عاديه فول ستوب اهي. ازاي نحولها لكويستشن تاج؟ هنعمل الفول ستوب هيبقى كوما، وعلي كان تبقى كانت هي. بس كده. بمعنى اليس كذلك يعني. يبقى هنا علي كان سويم باخد الاوكسيلري فيرب الهيلبنج فيرب ده هنا افيرماتيف او اديه هناك نيجاتيف، واخد النون اللي موجود احط البروناون بتاعه. يعني ببساطه هل ينفع استبدل كانت هي بكان نوت هي مثلا؟ لا، لازم تبقى كانت. طيب ممكن نقول كانت علي؟ ها؟ لا برضه. لازم يكون البروناون. يعني طول الوقت احنا بنشتغل على الفيرست تو بارتس اوف ذا سنتنس. علي كان كانت هي. هنفترض العكس. قال لي علي can't speak French. ها؟ علي can't بالظبط يبقى ايه؟ يبقى كان هي. بس تخيلوا ده الاساس بتاعي. انا مش عايز اكتر من كده. نفهم النهارده يعني الجزء ده. علي كان كانت هي. معايا يا بسمله؟ معاك. طيب علي كانت يبقى كان هي نيجاتيف منفي بثبته، مثبت بنفي بس. نبدا بعد كده نشوف بقى ايه الحركات والايه والدلع بقى اللي في الدرس. طيب نفترض مثلا الفعل دو ده لما يجي في الجمله المثبته الافيرماتيف مشكله شويه. لو قال لي مثلا كده ايه رنا speaks English fluently. ازاي نجيب الكويستشن تاج؟ رنا speaks. doesn't she
doesn't she. اي فيرب عندنا فيه اس present simple على طول يبقى ده اكيد الاس بتاع ايه؟ بتاع does، وده affirmative مثبت وديه نفي doesn't، ورنا تبقى she. question mark. طيب لو قال لي كده I مثلا play the piano. I play the piano. الفعل play ما فيهوش اي اضافات وبريزنت سمبل، يبقى اكيد جواه ايه؟ do. يبقى على طول don't I play. don't I. طيب لو قال لي كده كريم watched the movie. watched هو verb في الباست، واي verb في الباست جوه يبقى didn't he. بس كده. يبقى الثري سنتنس دول لخصوا لي البريزنت سمبل. انا مش عايز حاجه تاني. امتى don't و doesn't و didn't بيطلعوا من الفيرب اللي موجود. الموضوع سهل في حالة النيجاتيف. لو جه قال لي I don't play I don't يبقى do I. كريم didn't watch يبقى did he. رنا doesn't speak يبقى does she. بس اللعبة كلها فين؟ على الهيلبنج فيرب، فعل مساعد. أنا عايز أطلعه عشان أنفيه أو أثبته بس. طيب اطلع معايا على جزء تاني. ببساطة كده لو قال لي مثلا she is playing مثلا تنس now. هنا الهيلبنج فيرب فين اهو؟ نور اهو. is تبقى ايه؟ isn't she. isn't she. بس كده وخلاص. مشكلة في الجمل الافيرماتيف كلها مفيش غير اللي هي الافعال بتاعت دو وداز وديد بس. الباقي كله سهل بعد كده خلاص. طيب تعالى بقى معايا حاجات كده، حالات خاصة بقى سبيشال كيسز، حالات خاصة. بص معايا أول حالة يقول لحضرتك I am clever. I am أي حاجة خلاص. I am قال لي دي aren't I. aren't I ودي من الحالات اللي ايه؟ طبعا سبيشال كيس، حالة خاصة. طيب يقول لنا كده طب وانا لو انا قلت هي المفروض اقول ايه؟ الطبيعي يا اميره I am يبقى am زي is اهي is اهي قلناها isn't. amn't كده يعني. هي amn't I دي غلط. تمام؟ قال لي في الانفورمال انجلش صح. انفورمال انجلش بعمل شات خلاص مع حد يعني. لكن في الفورمال انجلش او جراماتيكلي يعني لا طبعا غلط. aren't I. طب فرض ان ده جت بالنيجاتيف، يعني هنا اقول ايه؟ I am not a doctor. هتبقى ايه؟ هتبقى am I بس عادية بقى. هنا مفيش حالات خاصة ولا حاجة. I'm not تبقى am I. طيب نروح لحالات تانية. يقول لحضرته كده let's وأي حاجة بعدها let's go to the zoo مثلا. shall we. بالظبط. let's وأي حاجة بعدها ملهاش غير حل واحد في الكويستشن تاج اللي هو shall we بس. let's go shall we. let's play shall we. let's أي حاجة. هنا بقى مفيش ايه الافيرماتيف بقى نيجاتيف والنيجاتيف مفيش الكلام ده. هي قاعده كده حاله خاصه. let's
طب في بقى حاجه تاني جميله قوي. let us go to the zoo. الاولى let's دي let's كانت suggestion، اقتراح. انت قاعد مع اصحابك بتقترح let's go to the zoo. لكن الثانيه دي مش suggestion، ده don't be. ده request. ده ايه؟ request. يعني يا بابا اسمح لنا. ask for permission، تطلب الاذن. يبقى يقول ايه؟ بص كده معايا. will you. شفتوا الدلع ده؟ let us. will you هتسمح لنا. let us يعني اسمح لنا. will you. ماشي كده. طيب اي فعل في الامبيراتيف، في الامر، وليكن مثلا open the door. open the door. يا ترى الكويستشن تاج بتاعها شكله ازاي؟ بصوا كده. will you برضه. او ايه بقى؟ want اللي هي will not. want you. الاثنين صح. عارف لو تقول له عاد ايه؟ هتفتح مش هتفتح كده. open the door. will you want you الاثنين صح. لكن في النيجاتيف كوماند اللي هي don't open the door هتبقى will you بس. يبقى انا هنا يا جماعه نبسط الموضوع شويه. اي امر open close اي حاجه، اي imperative في الدنيا خلاص will you او want you. طب اي اوردر بالنيجاتيف don't كذا don't كذا will you. طيب ده كده بنتكلم على السبيشال كيسز. يعني نكمل السبيشال كيسز. الصيغه بتاعت every one او everybody some one somebody no one nobody. الباقه المحترمه دي بتاعت البيبل يعني لازم بعدها singular verb وبعدين نروح للكويستشن تاج بقى نلاقي البرونون اللي هيجي هنا البرونون بلورال جمع. دي مشكله بقى تقابلنا في الفيرب اللي هنا ده اللي هو اخر كلمتين يعني. بص كده الاكزامبل بيقول لي كده every one is فعل مفرد ready for the party. عاملين حفله وكلنا جاهزين. اليس كذلك؟ يلا بقى نقولها ازاي. الاز دي بتاعت مين؟ بتاع every one. الاز مفرد و every one بياخد فعل مفرد لكن بياخد ضمير ايه؟ plural. تبقى aren't they. شايفين؟ الفيرب singular والبروناون ضمير جمع. اكيد they ما بتاخدش isn't يعني. فغيرنا جبناش ما طلعناش بره العيله يعني is هي are نفس العيله هي verb to be. everyone is ready aren't they. طيب هنفترض بقى ان every دي بس ما كانتش بقى بتاع people بتاع things. يعني every thing او some thing او nothing. قال لي دي بسيطه خالص بتاخد السنجولار فيرب فعل المفرد وفي نفس الوقت singular plural سوري pronoun. يعني everything is ready for the party
نفس يبقى isn't it. مش it singular والis singular. يبقى في الحاجات اللي هي العاقل خلاص بني ادمين بناخد فعل مفرد بس لكن ضمير جمع. في حالات الجماد بقى everything or something or nothing هيبقى الفعل مفرد والضمير مفرد برضه. قاعده جامده جدا ودايما السؤال ده بيجي زي كده في الامتحان.